ايه بسرعه كده؟ الجوله لحقت خلصت؟ يعني مش هلحق افرح بالسهم الاخضر ده شويه؟ حول الله يا رب، لازم يعني ما تخلينا شويه كمان. خلاص ماشي، امري لله. الوداع الوداع يا سهم اخضر، حاسس ان مش هشوفك تاني. ربنا يستر. حاكم الواحد قلبه متوغوش بصراحه من الجوله دي. يلا تعالوا بقى نشوف حلقتنا النهارده ونستعد للجوله ال15 بكل معنويات مرتفعه، وانسى اللي فات كله، خصوصا لو كنت متخزوه، وركز في اللي جاي لان اللي جاي اهم بكتير. ويلا بينا. اهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدي ومتابعي قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بكم معاكم ايهاب في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس البريمير ليج، وحلقه استعداداتنا ونصايحنا وتوقعاتنا وكل كده كومبو في حلقه واحده. استعداداتنا للجوله ال15. يا رب كفايه خوازيق، مش عايزين نرجع لايام القحط دي تاني. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنشوف كل حاجه متعلقه بالجوله ال15، نصايح، توقعات، اهم اللعيبه واللعيبه الديفرنشال، وهنكابتن مين، والنصايح، وكله في حلقه واحده. طبعا بقى الحلقه هتبقى طويله ومش عايزك تتفاجئ، ممكن الحلقه تبقى طويله، وعلشان هي طويله هقسمها لك تحت في الديسكربشن. حلقه النصايح من كام، من مده قد ايه لقد ايه، من الدقيقه كام للدقيقه كام، التوقعات من الدقيقه كام للدقيقه كام، اهم اللعيبه من الدقيقه كام للدقيقه كام، واللعيبه الديفرنشال نفس الكلام، وفقره نكابتن مين. وطبعا بقى الحلقات اللي هي بتبقى الطويله دي بيبقى لها بروتوكول واستعداد معين، تكون نايم كويس، شوب القهوه الكبير المحترم ده بتاعك، شويه بقى سناكس وتسالي كده عشان تقعد تسلى كده وانت بتتفرج عليا، بالاهم تطرطق لي ودانك وتسمع كويس كل كلمه هقولها. وطبعا ده معناه تكمل معايا الحلقه الاخيره. بس يا معلم قبل ما اتكلم قبل ما اقول اي حاجه، طالما الفيديو ده وصلك شاشه كمل دعم ليا واشترك معايا في القناه. لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زرار بتاعت مكتوب عليه سبسكرايب، هتدوس عليه تفعله جنب جرس التنبيهات برضه، دوس عليه تفعله للكل عشان اول ما اعمل اي حاجه جديده يجيلك على طول. واللايك والشير يا باشا الفيديو بتاعك ما تنساوش، لان ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر وتنتشر توصل لاكبر عدد متابعين. طبعا كتبتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته. خش اشترك معانا واعمل لكم في الاكونتات عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي تقطيع وليس للضعفاء. في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف في كود لينك الاشتراك للدوري اللي بنلعب بيه، وقلبك رهيف ما تشتركش معانا. طيب الجوله بقى دي ان شاء الله هتبدا معانا يوم الثلاث، والديدلاين بتاعنا هيكون اخره الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، لان اول ماتشاتنا هيكون الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره. فظبط بقى مواعيدك واظبط منبهك كده عشان الديدلاين ما يفوتكش وتغييراتك تروح عليك. ونبدا بقى مع فقره النصائح، ومع اول نصيحه، النصيحه الماسيه دايما بحطها في اول حلقه كل نصايح، وهي اصبر على تغييراتك، وخصوصا لغايه الديدلاين بتاع الجوله دي بالذات. يعني عايز اقول لك قبل ثانيتين ثلاثه بقى اعمل بقى التغيير بتاعك. ليه بقى؟ لان انت ممكن تتفاجئ طبعا باصابات ما انتش عامل حسابك عليها. طبعا هنستنى التسريبات، في طبعا ماتشات هتتلعب هنستنى التسريبات بتاعتها، فحاول على قد ما تقدر تاخر التغييرات بتاعتك لغايه الديدلاين. اما النصيحه الثانيه، طبعا زي ما انت عارف ان احنا عندنا جولات متلاحقه، الفاصل تقريبا يوم ولا اتنين ما بين الجولتين. فطبعا لما هتيجي تعمل اي تغيير من التغييرات اللي ناوي تعملها على تشكيلتك، حاول ان انت تروح تجيب واحد على الاقل ضامن مكانه كاساسي ملوش بديل، والراجل ده عارف ان هو ما بيقعدش دكه، عشان لو لبست في واحد مش ضامن مكانه كاساسي انت يا باشا لبست الجوله دي. اما النصيحه الثالثه ودي من واقع خبرتي، يعني دي ملهاش يعني نقدر نقول ايه كتالوج محكمه بيه، يعني ايه انت ونصيبك، بس الاغلب اللي كنت بلاحظه ان في الجولات اللي بتبقى في النص المحشوره ما بين جولتين، اللي هي في وسط الاسبوع الفرق ما بينها صغير ما بينها وما بين الجوله اللي قبليها والجوله اللي بعديها، غالبا الفرق اللي هتدخل الجوله دي بيكون حيلها مهدود. وطبعا ده معناه حاجتين اتنين، اهداف قليله، كلين شيت ممكن يبقى كتير. وخصوصا بقى ايه ان كل الفرق في الجوله اللي فاتت قدمت اداء خرافي، جوله تسجل فيها حوالي 28 جول، ممكن تلاقي الريتم هادي الجوله ديت واللعيبه حيلها مهدود. طبعا ده يديك الفرصه لو انت عايز تاخد ريسكايه بان انت تلعب ب4 دفاع او 5 دفاع ممكن، بس خلي بالك انا بقول لك ريسكايه، المهم ان هي تكون ماتشات كويسه وعلى الاقل بنسبه كبيره ضامن فيها الكلين شيت. اما النصيحه اللي بعد كده متعلقه بالناس، طبعا في ناس كتيره راحت باعت واتكنز وباعت سون وباعت بوين، وراحت جابت بدلهم ساكا ونونيز وايزاك من نيوكاسل، ممكن يكونوا حطوا معاهم بالمر او مبويمو. فطبعا بقى دلوقتي كل اللعيبه قاعدين محتارين مش عارفين يعملوا ايه في اللعيبه دي، نرجع نجيبها تاني ولا ايه الكلام؟ بص بقى يا عزيزي المشاهد، خلينا اكلمك في كل اللعيبه اللي انت رحت جبتها من الجوله اللي فاتت، واحد زي ايزاك او واحد زي داروين نونيز، الاثنين مهاجمين كويسين وعندهم ماتشات سهله جدا الجوله ديت.
فطبعا ده مش معناه ان انا لازم اروح ابيعهم وارجع طبعا واتكنز. اللي نقدر نقول بالرغم من ان السيتي بيواجه مشاكل كتيره الجوله اللي جايه، ولكن في الاخر برضو ماتش واتكنز صعب. في احتماليه ان واحد زي نونيز او ايزاك يعملوا ماتش كويس لان ماتشاتهم سهله، او واحد زي سون انت رحت بعته، الراجل طبعا جبت اكيد مكانه واحد زي ساكا وواحد زي مبويمو. نقدر نقول برضو ان ساكا ومبويمو عندهم ماتشات سهله. مبويمو هيلاعب برايتون اضعف فرقه دفاعيا وعندها مشاكل وغيابات واصابات كتيره، وساكا بيلعب ماتش سهل قدام لوتن تاون. وتعود عزيزي المشاهد ان اي لعيب تروح تجيبه ما يعملكش اول جوله جبته بعديها، مش لازم تبيعه على طول، على الاقل تصبر عليه جولتين ثلاثه كمان. فحاله البانيك اللي انت فيها دي انا مش شايف لها اي تبرير، بالعكس اللي انت رحت جبتهم دول عندهم رن ماتشات كويس برضو الفتره اللي جايه، فاتقل كده وكلمه واهدى كده على اعصابك وما تتوترش. اما النصيحه اللي بعد كده بلاش تعمل اي سوالب، وخصوصا في الجولات اللي بتبقى في النص اللي زي ديت، لانها بتبقى جولات فقر بصراحه. فتاكد ان اي ماينس انت ممكن تروح تعمله يخزوقك مش ينفعك، خصوصا ان انا زي ما قلت لك ان في روتيشن كتير، ده غير ان اللعيبه اصلا حيلها مهدود، فاحتمال كبير السالب ده بدل ما يبقى بيظبط لك الدنيا لا بيخزوقك اكتر. فطنش الفكره اللي في دماغي دي، ابعد الفكره بتاعت السوالب دي عنك عن دماغك خالص. اما النصيحه الثابته اللي بعد كده طبعا متعلقه بالحارس نيك بوب، حارس مرمى فرقه نيوكاسل. الراجل طبعا بعد ما اتصاب في الماتش اللي فات قدام اليونايتد وقال لك بقى عملوا الاشعه ومش عارف ايه، وقال لك ده ان هو خلع في الكتف، خلع كامل. والراجل طبعا واضح كده انه كان اتصاب بالاصابه دي قبل كده لما كان بيلعب مع بيرلي، وعلى اثرها قعد حوالي 3 أو 4 شهور. والتقارير اللي طالعه دلوقتي والاشعه بتقول ان الراجل ده احتمال كبير يغيب من 5 ل6 شهور. فطبعا بقى يطلع لنا حارس جديد ب 3.9 اسمه دوبرافكا، هيبقى اختيار ممتاز، لانه مش بس حارس رخيص، لا كمان حارس بيلعب في فرقه دفاعيا ممتاز، وفوق كل ده وده عندها رن ماتشات كويس. بس عشان الابتسامه الظريفه اللي اترسمت على وشك ديت انا هزف لك خبر حلو. نيوكاسل دلوقتي بيفكر انه يروح يتعاقد مع رامز دال على سبيل الاعاره طبعا لنهايه الموسم، او بيفكر يروح يتعاقد على سبيل يعني التعاقد الحر او اللاعب الحر مع ديفيد دخيا. ايوه مش هتلحق تتهنى بدوبرافكا، ما تزعلش كده، اصبر اما اكمل كلامي للاخر. صحيح ممكن فعلا نيوكاسل يروح يعملها ويروح يتعاقد مع ديفيد دخيا او يروح يجيب رامز دال على سبيل الاعاره، وطبعا الراجل دوبرافكا اللي انت هتكون جبته ب 3.9 ممكن تلبسه، ولكن على الاقل هتكون عديت كام ماتش سهل من الماتشات بتاعت نيوكاسل. وغير كده وكده ما انت كنت لابس في واحد اسمه تيرنر ب 4.1 ما كانش بيلعب اصلا، فانت جاي دلوقتي تشتكي وخليه يا سيدي ما يلعبش بعد كده ب 3.9. فرق الفلوس ده انت هتستفيد منه في حته ثانيه. والظريف بقى ان دوبرافكا الجدول بتاعه مع اريولا ماشيين حلو قوي قوي، ده اللي هيبقى عنده ماتش صعب الثاني هيكون عنده ماتش سهل، ده عنده ماتش صعب الثاني هيكون عنده ماتش سهل. فكره الروتيشن اللي ممكن تعمله بين الاثنين حراس مرمى اريولا ودوبرافكا هتبقى ممتازه. موضوع بقى التعاقد مع الحارس الجديد ده بقى سيبه على الله بقى، انت يعني انت ونصيبك. اما بقى النصيحه اللي بعد كده متعلقه برضو بنفس الموضوع، وخصوصا النصيحه دي رايحه للناس اللي مش معاها تريبيه ومش عارفه تجيب تريبيه ومش عايزه تجيب تريبيه. طبعا بقى اللي بيخزوقك في واحد زي التريبيه انه على الاقل في الماتش يعني لو انفجر بالميت بيطلع له ما بين 12 ل 15 نقطه. طبعا بقى واحد ب7 يروح يجيب لي النقط ديت وكل مره يخزوقني وينزلني في الترتيب، لا لازم وقفه. فلو انت كان معاك جمال لاسيلس عشان تغطي بيه الكفر بتاع الكلين شيت بتاع تريبيه، فعندك فرصه تروح تجيب دوبرافكا تغطي برضه هو كمان بيه الكلين شيت، وساعتها الكلين شيت هينضرب في 2. يعني من الاخر كده تدبل من فرقه نيوكاسل طلع كلين شيت وتريبيه عمل اسيست، هيطلع له بالميت ما بين 12 ل 15 نقطه. طبعا انت معاك واحد اسمه دوبرافكا ومعاك جمال لاسيلس، ده ب6 وده ب6، هيبقوا ب 12 نقطه قريبه من بعض. والظريف بقى في القصه ديت ان مش ناس كتيره قوي هتجري على دوبرافكا عشان مش عايزه تحرق تغيير على حارس مرمى، او ممكن يكون ناس كتيره معهاش جمال لاسيلس، فالفرصه دي متاحه للناس اللي معاها جمال لاسيلس ممكن تروح تجيب دوبرافكا معاه. ايوه شايفك انا انبسطت وفرحت، بس ما تنساش ان ممكن يجيبوا رامز دال او دخيا. ايوه كده اصحى وفوق وانزل على ارض الواقع. اما النصيحه اللي بعد كده متعلقه باختياراتك اللي انت ناوي تروح تجيبها واللعيبه اللي بتفكر تروح تجيبها في الجولات، وخصوصا في الجولات اللي في النص ديت اللي بتبقى مزنوقه ما بين جولتين. حاول تنقي اللعيبه اللي تكون هتلعب على ارضها وسط جماهيرها، يعني معناها لا هتسافر ولا هتروح ولا هتيجي، فمش هتتبهدل. طبعا ده بيبقى شيء كويس جدا مع تضاغط الماتشات اللي انا قلت لك عليه. لكن بقى تروح تجيب لي لعيب كان هو لسه بيلعب اواي ويرجع يسافر تاني ويروح بقى يلعب بره ارضه تاني مع ضغط ورن الماتشات ده، لا يبقى مش هيعمل لك حاجه، ده ممكن اصلا يخزوقك ويتبدل ويطلع بدري. حاول في اختياراتك للعيبه تجيب لعيب بيكون بيلعب على ارضه وسط جماهير. اما النصيحه اللي بعد كده الدكه ثم الدكه ثم الدكه، مش هقولها تاني. طبعا من هنا ورايح بقى من هنا لغايه نهايه الموسم هنقابل جولات بالمنظر ده، ضغط المباريات، تضاغط في الجولات، هنلاقي جولات قريبه جدا من بعضها، روتيشن كتير، ده طبعا ممكن لعيبه تقع في الاصابات كتيره، فتلاقي نفسك بقى نص تشكيلتك مصابه. هتقولي طب ما هو عدينا لا انسى يا بيه، ده كل اللي فات كان حماده واللي جاي ده حماده تاني. فمن هنا ورايح كل اختياراتك حاول تظبطها بحيث ان هي تكون بدائل كويسه على الدكه، ومش بدائل كويسه وبس، وبدائل قويه كمان، عشان يوم ما تتخزوق وهتتخزوق وتحتاج حد من على الدكه تلاقيه. اما نصيحه بعد كده متعلقه بموضوع الكاس والتاهل لجولات الكاس. طبعا المفروض الجوله ديت على الاقل تقريبا نقدر نقول
حوالي 5 ل 6 مليون تقريبا اتأهلوا مباشرة لجولات الكاس في الفترة اللي جاية، وفي حوالي 2 ل 3 و4 مليون تقريبا هيخشوا تصفيات في الجولة ال 15 زي نظام البلاي اوف كده. يعني الناس اللي حست ان هي ما تأهلتش للكاس لا لسه عندها فرصة الجولة دي. طبعا دي بتعرفها ازاي؟ يا اما بتلاقي قدام خانة الاسم بتاعك في المقابل ليك الكاس المنافس ليك فاضي، المكان فاضي، يجيب لك تقريبا باي او حاجة زي كده، يعني انت كده متأهل. وش دخلت على الصفحة بتاعت الكاس لقيت في واحد منافس ليك قدامك، يبقى انت في مرحلة البلاي اوف. طبعا بقى ما تبقى محطوط في موقف زي ده، لما تيجي تلاعب واحد طبعا خش بص على تشكيلته، خد فكره واشتري بكره وشوف كده الراجل ده تشكيلته عامله ايه، مين معاه مين مش معاه، نقط الضعف فيها ايه، نقط القوه فيها ايه، هل في لعيب انت شايفه خطر الجوله الجايه هو معاه وانت مش معاك. ان طبعا لما تلاقي حاجات زي ديت عادي، انت ممكن لو انت بيهتم بالكاس وعايز تلعب على الكاس وفقدت الامل في الدوري خلاص، تبدا بقى تشوف ايه اللعيب اللي خطر عنده بالنسبه له عليك وتروح تجيبه انت كمان. وطبعا ما تنساش ان انت ما تعملش سواد، ان طبعا اي سالب هتعمله هيتاثر على النقط بتاعتك قدامه. فقبل ما تبدا ماتش الكاس بص على تشكيله المنافس بتاعك وما تعملش اي سوالف. بس كده فقره النصائح بتاعتنا تكون خلصت، وندخل بقى على الفقره اللي عندنا بعد كده وهي التوقعات للمباريات، ونشوف كده مين يكسب مين هيخسر وايه ابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في المباريات ديت. ونبدا مع المباراه الاولى عندنا اللي هتتلعب ما بين فرقه وولفرهامبتون وفرقه بيرلي. بعض بتتلعب على الارض ووسط جماهير فرقه وولفرهامبتون. تاريخ المباريات اللي ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ولكن في مفاجاه مدويه، ما حدش فيهم كعبه عالي على التاني. ولا خليني بقى ازيدك من الشعر بيت ان من 2020 لغايه دلوقتي وولفرهامبتون ما نجحتش تكسب فرقه بيرلي ابدا، ده حتى في الفتره دي ما سجلتش فيهم غير جونين اتنين. طبعا وولفرهامبتون جاي من ماتش صعب قدام فرقه ارسنال فممكن تكون منهكه، ومع اصابه نقدر نقول الموضوع ممكن ما يكونش لطيف. وعلى الناحيه الثانيه فرقه بيرلي طبعا جايه من ماتش عالمي كسبت فيه شيفيلد يونايتد بالخمسه، ولكن في الاول وفي الاخر ده شيفيلد. التاريخ السيء لوولفرهامبتون قدام بيرلي ده نقدر نقول انه كان في العهد البائد بتاع شون دايش، ولكن مع فينسنت كامباني لا الموضوع اسهل بكتير. بما ان وولفرهامبتون من الفرق الرخمه لما بتلعب على ارضها وسط جماهيرها، خليني اقول لك ان الماتش ده انا شايفه هيخلص لولفرهامبتون وميته كده هتبقى 1-0 2-0 لولفرهامبتون. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين ارسنال ولاوتن تاون. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه لاوتن تاون. طبعا يعتبر اللقاء الاول نوع ما بين الفرقتين في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الحديث، ومش عارف وحاسس كده ان الماتش ده هيكون خازوق من ناحيتين اتنين. اولا من ناحيه ارتيتا انه ممكن يفكر في الروتيشن، ثانيا ملعب وارضيه وجماهير لاوتن تاون بتبقى العمليه عندها صعبه بصراحه، ونقدر نقول ان اغلب الفرق اللي راحت لعبت هناك حظها ما كانش حلو قوي. طبعا بقى حط عليهم تكتل دفاع ويرموا الاتوبيس ورا، ونلاحظ كده ان هم يوم حتى ما بيتغلبوا تقريبا ب1-0. فبعد ما كنت قررت ان انا اروح كنت عايز ادبل من ارسنال قدام لاوتن، لا رجعت في كلامي تاني بصراحه وقلقت. ولكن بغض النظر عن كل الكلام اللي انا قلته ده، ارسنال طبعا فريق قوي محترم جدا متصدر الدوري لغايه دلوقتي، واكيد ماتش زي ده مش هيفرط فيه، هنشوفه بيكسبوا عادي جدا، وهنشوف بقى ارتيتا هيخزوقنا ازاي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه برينفورد وفرقه برايتون. بعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه برايتون. تاريخ المباريات اللي بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، هم 4 لقاءات ما بين الفرقتين. طبعا لان فرقه برينفورد لسه صاعده حديثا للدوري الانجليزي الممتاز، والاربع ماتشات اللي جمعت ما بين الفرقتين برايتون كسبت ماتشين وتعادلوا في ماتش، وبرينفورد كسبت ماتش. خليني اقول لك من منبري هذا ان برينفورد لما بتروح تلاعب برايتون على ارضها ووسط جماهيرها حرفيا بتعاني. ولكن للاسف برايتون الموسم ده مع ديزيربي بتقدم مستوى غريب وعجيب جدا، المستوى الهجومي قل وغيابات واصابات كتيره، طبعا الارقام الهجوميه قلت كتير، والاغرب بقى القرارات العجيبه اللي ديزيربي بياخدها. يعني انت رايح تلاعب تشيلسي الجوله اللي فاتت وهم ما عندهمش باكات هيلعبوا بيها الماتش ده، قوم انت رايح معاد لميتوما دكه، والانقح من كده تشيلسي انطرد منهم واحد وبرضه ما تعرفش تغلبهم بعد كده. خليني برضه اقول لك على الناحيه الثانيه ان فرقه برينفورد لغايه دلوقتي لا ادائها ولا نتائجها مقنعين بصراحه. يعني اقدر اقول لك ان الامور ماشيه معاهم ببركه دعاء الوالدين، وانه مع مستوى الاصابات والغيابات اللي على مستوى الدفاع بالذات في فرقه برايتون اقدر اقول لك ان برينفورد ممكن يكون عندها فرصه الجوله دي، لان بصراحه فرقه برينفورد في المرتدات والهجمات السريعه سيم الظريف والانكت ان انت ممكن تروح تلاقي واحد زي موبي بيقدم مستوى خرافي قدام برايتون علشان يثبت لهم ان هو كان مهاجم عظيم وفرطوا فيه، ويروح يتالق في الماتش ده علشان ينتقم من برايتون. بص يا باشا انا هقول لك على حاجه، الماتش ده طبعا هو اكيد ما فيهوش كلين شيت، وحاسه كده ان ميته يخلص في حدود مثلا 3-2 2-1 في الحدود دي لبرينفورد. انا عارف ان انا ما قلتهاش لبرينفورد. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين بورموس وكريستال بالاس. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه كريستال بالاس. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ولكنه بيميل شويه لصالح فرقه كريستال بالاس، ونقدر نقول ان اغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين كريستال بالاس بيعرف يطلع فيها كلين شيت، لان من 2019 لغايه دلوقتي فرقه بورموس ما عرفتش تجيب فيهم جون واحد بس. انت متخيل؟ يعني من 2019 لغايه دلوقتي ما سجلوش في شباك كريستال بالاس. طبعا فرقه بورموس عملت ماتش قوي الجوله اللي فاتت قدام استون فيلا، وماتش عالمي وخلص بالتعادل ما بين الفرقتين. طبعا نقدر نقول ان السبب الرئيسي في الموضوع ده هي القرارات العجيبه والغريبه اللي خدها وناي امري ومستوى الفرقه اصلا. وخليني برضه اقول لك ان فرقه بورموس لما بتلعب قوي بره ارضها خلي بالك ان مستواها ما يفرقش حاجه عن ثالثه تاني في المدرسه اللي جنبنا. وطبعا بقى روي هوتشسون الاب الروحي للتقفيل الدفاعي والغتاتة والرخام اللي عمل ماتش قوي
الجوله اللي فاتت قدام ويست هام في ماتش ديربي وقدر يتعادل معاهم، وطبعا ده ايه في غياب نجمهم الاول وهدافهم طبعا نجمهم ايزي اللي بالمناسبه في اخبار بتقول انه راجع كمان يومين للتدريبات. ايوه انا عارف ان انت بعته، ما هنتخزوق عادي. وبصراحه انا مش هتفاجئ لو شفت كريستال بالاس بتكسب الماتش ده، ونقدر نقول ممكن يكون ميته 2-0. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتبقى ما بين نوتنجهام فورست وفرقه فولهام، مباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه فولهام. تاريخ المباريات اللي بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، هم لقاءين اتنين طبعا، ده لان نوتنجهام فورست لسه صاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز، ونقدر نقول ان الحمد لله في اللقاءين الاثنين دول نوتنجهام فورست ما عرفتش تكسب فرقه فولهام، وان الاثنين فرقه فولهام قدرت تكسبهم ونوتنجهام فورست لا عرفت تكسبهم لا على ارضها ولا بره ارضها. طبعا نوتنجهام فورست حرفيا بتعاني الفتره ديت في ظل الغيابات الاصابات الكتيره الموجوده في فرقتها، وحط بقى فوق كل ده وده نوتنجهام لما بتلعب بره ارضها حرفيا بتعاني، ولسه جايه من خساره على ارضها ووسط جماهيرها اللي نادرا ما بتخسر عليه. لكن بقى على الناحيه الثانيه فرقه فولهام جايه من ماتش عظيم جدا قدمته قدام ليفربول في الانفيلد الجوله اللي فاتت، فطبعا ماتش كبير بالمنظر ده اكيد جاي منهكه منه، وبصراحه اعتقد ان الماتش ده اخرته التعادل 0-0 او بص 1-0 لفولهام يا سيدي، مش هيزيد عن كده، ده ماتش هيبقى عقيم. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتبقى ما بين فرقه ليفربول وشيفيلد يونايتد، المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه شيفيلد يونايتد. تاريخ المباريات اللي بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، وطبعا بيميل لصالح فرقه ليفربول. وبصراحه يعني انا وانا بحضر مش عارف اقول لك ايه في الماتش ده، كان نفسي اقول لك ب 2 جنيه تحليل الماتش ده، بس مش فيش، ده شيفيلد هيخسر، فريق الباكابورتات ده خسران الجوله اللي فاتت من بينلي 5-0، فليفربول لما هتروح تقابلهم حرفيا هتقطعهم. صراحه انا شايف ان فرقه شيفيلد تغير الشعار بتاعها، بدل ما عاملاه سيفين كبار قد كده تخليهم مطاوي وخلاص وخلصنا، معلش كل واحد على قد حجمه بقى. المهم ان ليفربول احتمال طبعا كبير وان شاء الله يعني ده بنسبه كبيره هتكسب الماتش ده. المهم بقى عم يورجن كلوب ما يخزوقناش بروتيشن محترم يقرفنا بيه، وخصوصا الناس راحت جابت داروين مايونيز الجوله اللي فاتت، ما مش معقول هو يخزوقهم الجوله اللي فاتت ويورجن كلوب يخزوقهم الجوله دي. ولكن زي ما قلت لك بغض النظر ليفربول هتكسب الماتش ده، واحتمال كبير طبعا تطلع فيها كلين شيت. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين مانشستر سيتي واستون فيلا، المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه استون فيلا. تاريخ المباريات اللي ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير قوي، ولكنه طبعا بيميل لصالح فرقه مانشستر سيتي. وخليني اقول لك ان الماتش ده بالذات هيكون ماتش للتاريخ، لان حرفيا السيتي داخل الماتش ده وهو بيعاني من كل حاجه. الفرقه بقت في المركز الثالث، طبعا رودري اتوقف عشان تراكم البطاقات الصفراء، نفس الفكره لجريليش، عنده دوكو مصاب وكيفن دي بروين غايب، والاخطاء الدفاعيه والدفاع حدث ولا حرج، وطبعا هالاند متعكنن ولسه متخانق مع الحكم وشاتمهم ومبهدلهم على النت وفي كل حته، وراجل تقريبا ممكن يتوقع عليه عقوبه. وفوق كل ده وده لجنه الحكام قررت تنتقم من السيتي وتعين لهم جون بروكس حكم للماتش ده، يعني حرفيا لجنه الحكام هتنفخهم على اللي حصل منهم الجوله اللي فاتت. وطبعا بقى حبيب اوناي امري واستون فيلا عندهم فرصه تاريخيه ان هم يصعدوا للمركز الثالث، لانهم موجودين في المركز الرابع ورا السيتي، الفرق ما بينهم ايه نقطه واحده. وطبعا بقى استون فيلا على ارضها وسط جماهيرها ارقامها ممتازه جدا. غير كده السيتي اصلا لما كان بيروح يلعبهم على ارضهم وسط جماهيرهم يعني كان بيعاني شويه برضه عايز الحقيقه. وبصراحه بمستوى السيتي بالاخطاء اللي احنا شايفينها بالغيابات والاصابات الموجوده في صفوفه ومع الحكم اللي اتعين لهم ممكن اشوف السيتي يخسر الماتش ده. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتبقى ما بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، المباراه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه مانشستر يونايتد في مسرح الاحلام الاولد ترافورد اللي ما بقاش احلام بقى كوابيس. وطبعا تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين كبير ولكنه بيميل لصالح اليونايتد الحمد لله. ولكن خليني اقول لك ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين بالرغم من اليونايتد كان بيعاني فيها الا ان تشيلسي ما نجحش يكسبه ابدا لا على ارضه ولا بره ارضه. اغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت، ودايما المباريات اللي بتجمع ما بين الفرقتين تتميز بالنديه والاثاره. طبعا بقى خلينا نكون واضحين عزيزي المشاهد، وان كل يوم بيعدي على تشيلسي مع بوتيتشينو بيبقى اقوى من اليوم اللي قبله. فتخيل ان تشيلسي على ارضه وسط جماهيره ناقص واحد وما عندوش باكات يقدر يغلب فرقه زي برايتون بيقودها واحد زي ديزيربي. وعلى الناحيه الثانيه ارعاوي بتاعنا تين هانج، الراجل طبعا ما عندوش اي اعذار ممكن يقولها. الفرقه الاصابات اللي كانت فيها تقريبا 90% منها كلها رجعت، اللعيبه كلها تحت ايديه موجوده. طبعا مستوى اداء الفرقه واللعيبه كلها مزري خططيا والمستوى البدني بتاعها. يعني انا عايز اعرف عذرك ايه. المشكله كمان يعني اليونايتد تحس انه منحوس عليه لعنه. يعني الجوله اللي فاتت كان رايح يقابل نيوكاسل، كان رايحين ياخدوا الرحله بتاعتهم بالطياره رايحين نيوكاسل، تقوم الطياره الرحله بتاعتها تتلغي عشان الاجواء والطقس السيء اللي كانوا فيه، فاضطروا يركبوا الاتوبيس ويروحوا في رحله 3 ساعات. في طبعا الرحله طويله خدت 3 ساعات في الطريق، يروحوا يقابلوا فرقه زي نيوكاسل على ارضها وسط جماهيرها بالمنظر ده. بص انا حاسس ان ايام تين هانج قربت خلاص، هو بس مستنيين التكه بتاعت بايرن ميونخ عشان يبقى ايه دي القشه التي قسمت ظهر البعير. وبصراحه انا مش متفائل باليونايتد الموسم ده لا على ارضه ولا بره ارضه، ولكن خليني اقول لك ان الماتش ده احتمال كبير يخلص بالتعادل ما بين الفرقتين 1-1.
واحد. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين فرقه ايفرتون ونيوكاسل. المباراه بتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه ايفرتون في الجودسون بارك. تاريخ المواجهات اللي ما بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير قوي، ولكن في مفاجاه مدويه ما حدش فيهم كعبه عالي على الثاني، ولكن نقدر نقول ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين فرقه ايفرتون ما نجحتش تكسب فرقه نيوكاسل ابدا. ومش كده وبس، نيوكاسل حتى لما بتعرف تلاعب ايفرتون بتعرف تطلع قدامها كلين شيت. طبعا بقى فرقه ايفرتون نجحت الجوله اللي فاتت تكسب بالعافيه فرقه نوتنجهام فورست اللي كان المفروض خصم صعب على ارضه ووسط جماهيره، ولكن خليني اقول لك ان برضو موضوع اصابه كالفرت لوين ممكن يكون اربك حسابات شويه شون دايش، وطبعا مع موضوع خصم ال10 نقاط بتاعه الرصيد بتاعهم من الدوري طبعا بسبب العقوبه اللي توقعت عليهم الاتحاد الانجليزي. كل الحاجات دي تخلي فرقه ايفرتون مش مرتاحه نفسيا، ولكن طبعا برضو على الناحيه الثانيه نيوكاسل مش محظوظه طبعا بعد اصابه نيك بوب طبعا الحارس الاساسي بتاعهم. نقدر نقول ان مستوى الثقه في الدفاع وفي الهجوم وفي الفرقه كلها ممكن يتهز، لان تقريبا 90% و80% من ثقه الفرقه بتكون في الحارس بتاعها. طبعا زي ما قلت لك الراجل اتعرض لاصابه بالخلع في الكتف هيقعد عليها تقريبا، الاشعه قالت التقارير طلعت هيقعد 5 ل 6 شهور، وطبعا بيدوروا دلوقتي على حارس بديل ليه، لان دوبرافكا ممكن يكون حارس كويس، ولكن لو كملوا في الشامبيونز ليج ومع البطولات اللي بيلعبوا فيها والدوري والمراكز اللي بينافسوا عليها لغايه دلوقتي مش هيسعف. ولكن بالرغم من كل الاصابات والغيابات اللي موجوده في صفوف فرقه نيوكاسل ابرزهم طبعا زي ما قلت لك نيك بوب، واخرهم جوردون اللي واضح على الراجل انه كان في حاجه. الراجل كان ماشي بيزك طبعا، وهو كانوا بيسقفوا بقى وبيحيوا الجماهير في نهايه الماتش، الراجل خدت بالي منه انه ماشي يزك وكان في حاجه مش مظبوطه فيه. طبعا الراجل طلع بقى قال لك مش عارف، قال له في اصابه تقريبا او راجل بيشتكي بيقول لك في انزعاجات كده على مستوى الورك حاجه زي كده. ايه بقى مدى قوه الاصابه، مدى جديه الاصابه، هل ممكن يفكر ايدي هاو انه يريحه؟ مش عارف. كل ده هيبان طبعا في المؤتمر الصحفي. وهل بقى ممكن دي تكون لعبه من جوردو عشان ما يروحش يلعب ايفرتون ويواجهها، يعني وفاء منه يبقى عنده دم ما يلعبش ايفرتون فريقه السابق؟ مش عارف، مع انه ماشي معاهم بخناقه اصلا، ماشي منهم من هناك بخناقه، ولكن كله هيبان في المؤتمر الصحفي. واعتقد ان نيوكاسل هتكسب الماتش ده وتطلع فيها كلين شيت عادي جدا. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هتجمع ما بين توتنهام وويست هام، برضه بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه توتنهام. تاريخ المواجهات اللي بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ولكنه بيميل لصالح فرقه توتنهام. اغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت، ونقدر نقول ان الماتشات اللي بيروح يلاعب فيها ويست هام توتنهام على ارضه وسط جماهيره ما بيعرفش يكسب، ودايما لقاءات الفرقتين بيكون فيها اهداف كتير. كل من الفرقتين راجعين الجوله ديت باصابات وغيابات كانت مؤثره، كانت غايبه عنهم الفتره اللي فاتت، كلهم رجعوا للجوله دي. ويست هام رجع لها بوين ورجع لها قدوس، وعلى الناحيه الثانيه توتنهام رجع لهم روميرو طبعا بعد الايقاف، بيسوما صار ممكن برضو يكون رجع، ريتشارلسون كان موجود واتبدل في الدقايق الاخيره في الماتش بتاع السيتي. فيعني الفرقه تقريبا 90% بقى موجود، ما عادش فاضل فيها غير ماديسون وفان دي فين. وطبعا بقى توتنهام مع انجي بوستوكوجلو الموسم ده ما حدش قادر عليهم في الدوري غير الظروف اللي بيواجهوها والاصابات اللي بتضرب الفريق. وحط بقى فوق كل ده الارهاق البدني. طبعا بقى توتنهام لسه جاي من ماتش قوي قدام السيتي، اي فريق بيلعب ماتش قدام السيتي بيكون ماتش صعب جدا. طبعا بقى توتنهام رايحه تقابل ويست هام في ماتش ديربي. لا اقدر اقول لك ان ويست هام اصلا لما كانت بتلعب الجوله اللي فاتت قدام كريستال بالاس كانوا مريحين، كان ماتش ما يعلم به الا ربنا، يعني ما كانش ماتش ديربي مش ملحمي، يعني اقدر اقول لك في الحنين منه. فيعني ويست هام اقدر اقول لك الجوله دي مش مرهقه قوي زي ما انت متخيل، على عكس توتنهام اللي كان عنده اصابات وعنده لعيبه كتيره بتغطي مراكز لعيبه تانية وعملت ماتش قوي قدام السيتي. بص لو الارهاق ما اثرش على لعيبه توتنهام واللعيبه فت وكده ورايقه وفايقه وما حصلش اي مفاجآت في قلب الماتش، ممكن نشوف توتنهام بتكسب الماتش ده 3-1. لكن نشوف الفرقه تعبانه مش قادره تجري، وطبعا مع الضغط والارهاق البدني يلاقي لعيبه بتوع تاني اصابات زي ماتش تشيلسي، يبقى ويست هام مش هيسمي عليه. طيب بكده فقره التوقعات بتاعتنا تكون خلصت. تعالوا بقى نخش الفقره اللي عندنا بعد كده، واهم اللعيبه اللي ممكن تكون معانا في تشكيلتنا اللي متوقع تالقها وممكن نفكر فيه. من اول الاسماء اللي ممكن نفكر فيها اللي ممكن تعمل حاجه الجوله ديت، واحد زي كونيا وواحد زي هوانج على ارضهم وسط جماهيرهم بيروحوا يقابلوا فرقه زي بينلي. ساكا ونيكيتيا الاحتمال كبير يشارك الجوله دي كاساسي ويريح جابريل خيسوس، زي ما قلت لك ممكن يعمل شويه روتيشن ويخزوقنا بيه، فساكا ونيكيتيا ممكن يبقى اختيار كويس، بس طبعا هنستنى التسريبات. ابويمو طبعا من فرقه برينفورد عنده فرصه كويسه جدا قدام برايتون بالغيابات والاصابات الكتيره على مستوى الدفاع بتاع فرقه برايتون، دفاعيا يعني نقدر نقول متخربقين، فممكن يلاقي له فرصه يعمل حاجه. جواو بيدرو وميتوما الاثنين برضو ممكن يكون عندهم فرصه كويسه الجوله دي يعملوا حاجه. ادواردو وريسيه من كريستال بالاس ممكن قدام فرقه بورموس يعرفوا يعملوا حاجه. ويليان من فرقه فولهام ممكن يكون عنده فرصه الجوله دي يعمل حاجه قدام نوتنجهام فورست. محمد صلاح ولويس دياز اعتقد دول من ابرز الاسماء اللي ممكن يعملوا حاجه الجوله دي. خلاص ما تزعلش، داروين نونيز كمان معاهم. طبعا انا عارف لو ما عملش حاجه ولا الراجل قعد دكه ناس كتير هتتقهر في الحركه دي، ولكن هقول لك ايه، ما هي دي اللعبه ودي خوازيقها. هالاند وفودن طبعا الراجل طبعا طلع منكوش بقى ونفخ شعره بقى وفك التوكه وعم متعصب بقى وبقى يجري ويرمح في قلب الملعب ويشتم ويزعل. انا شفت المنظر وهو بيزعل الحكم انا نفسي خفت، ما بالك بالحكم اللي واقف شوف المنظر ده. فممكن تلاقيه بقى ينزل ياكل الاخضر واليابس وينيم فرق انجلترا دي كلها من المغرب، ممكن عادي ما يعرفش يعمل حاجه عادي جدا. واتكنز وديابي، واحساس دفين بيقول ديابي ده هيعمل حاجه، انا مقعده دكه
الجوله ديت وقلقان منه، وبصراحه حاسس ان الواد ده ممكن يعمل حاجه. ماكتوميناي وبرونو من مانشستر يونايتد ممكن نشوفه بيخطفوا حاجه. ستيرلينج وجيمس طبعا من فرقه تشيلسي ممكن يرجع بقى يعوض الجماهير بتاعته ونشوفه بيعمل حاجه. ايزاك وجوردن من فرقه نيوكاسل ممكن نشوفه بيخطفوا حاجه، وخصوصا ايزاك بقى يلحق يعمل حاجه قبل عوده ويلسون. ايوه انت سمعت صح، قال لك ويلسون بدا يرجع للتدريبات تاني. انا مالي، هما اللي كانوا قالوا 6 اسابيع دلوقتي بقوا اسبوعين، اعمل لك انا ايه؟ سون وجونسون من توتنهام اعتقد ممكن يعملوا حاجه، وربنا يستر على سون بقى. اوين وقدوس دول ابرز الاسماء من ويست هام اللي ممكن نشوفها بتعمل حاجه. طيب بكده فقره اهم اللعيبه المتوقع تالقها ممكن نفكر نجيبها معانا في تشكيلتنا تكون خلصت. طبعا نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده وهي اهم اللعيبه الديفرنشال اللي برده ممكن نخطفها تفرق في الترتيب والرانك بتاعنا. ومن اول الاسماء اللي ممكن نفكر فيها من فرقه وولفرهامبتون واحد زي كونيا وواحد زي هوانج، الاثنين لعيبه ديفرنشال بيقابلوا فرقه دفاعيه مالت. سيبك بقى ما يغركش ال 5-0 اللي كسبوها الجوله اللي فاتت، ما اعرفش بقى هل ممكن يكون تحسنوا دفاعيا، ما اعتقدش يعني، مش للدرجه دي. وخصوصا وولفرهامبتون على ارضها رخمه جدا، وغالبا كونيا وهوانج لما بيلعبوا على ارضهم غالبا بيسجلوا. ممكن تاخدهم فرصه ديفرنشاليه وريسكايه ليك الجوله دي. نيكيتيا لو شفت من التسريبات، طبعا الماتش ده هيتلعب بدري، فممكن من التسريبات لو لقينا نيكيتيا اساسي، طبعا انا بتشائم من ملعب لاوتن، ولكن ممكن تخطفوا ريسكايه وديفرنشاليه. واو بيدرو الراجل طبعا بيثبت كل يوم للتاني لديزيربي ان الراجل بقعد دكه، بنزل بسجل وبجيب اهداف وبنقذك. طبعا الراجل ما اعرفش هو دايما لغايه دلوقتي ما بيلعبوش اساسي ليه، او ما بيبداش ليه، يعني ما بيبداش اساسي بيه ليه، ودايما مثبته في التشكيله الاساسيه ما اعرفش، ولكن ممكن يكون الجوله دي عنده فرصه انه يعمل حاجه. لويس دياز من فرقه ليفربول اعتقد ضمن ابرز الاسماء من ليفربول اللي ممكن نشوفوا بيعملوا حاجه الجوله دي، بس ربنا يستر موضوع الروتيشن بتاع كلوب ده ما يخزوقناش فيه. ستيرلينج من تشيلسي اعتقد ممكن نشوفه بيخطف حاجه الجوله دي. راين جونسون من توتنهام ممكن يكون عنده فرصه كويسه جدا الجوله ديت يعمل حاجه، وخصوصا لو لعب في مركز المهاجم. انا عارف طبعا ان السون دايما بيلعب في مركز المهاجم، ولكن انشي بوستكوغلو ساعات بتطلع في افكار وكده وفي دماغه افكار ممكن يعملها. هو الواد اصلا دايما بيزيد جوه ال 18 تحسه مهاجم تاني جنب سون، فممكن يخطف حاجه. اما بقى الفقره الاخيره عندنا وهي فقره نكابتن مين. انا عارفه ان انت بدات تنهج وخلاص ما عدتش قادر ومش عارف تكمل، خلاص انت تعبت، بس خلاص هنتكمل معايا بقى الحلقه الحته دي اللي فاضله دي، اللي خلاص اخر حته. بص المنطق بيقول ان احسن واحد للكابتنه الجوله ديت وماتشه سهل وممكن يعمل حاجه هو محمد صلاح. راجل ممتاز ومحترم وامكانيات عاليه ومعاه البلانتيات، بيلعب قدام فرقه دفاعيه مالت، فممكن يعمل. المشكله بقى يعني هل ممكن يورجن كلوب يفكر ينزله الشوط الثاني؟ مع برضه طلعت في دماغه كذا مره، يعني مش على طول بيعملها، ولكن طلعت في دماغه قبل كده. كابتنه محمد صلاح كويسه، بس انا قلقان منه من الموضوع بتاع الروتيشن ده. سن صلاح دلوقتي بقى يسمح لكلوب انه ممكن يعمل الحركه دي معاه. يجي بعديه على طول في الكابتنه، يعني المفروض المضمونه بعديه على طول اقل درجه شويه منه هو هالاند. الراجل لا خلاف ولا جدال على امكانياته، ومعاه ضربات الجزاء، ممكن بقى العصبيه والنرفزه اللي عملها الجوله اللي فاتت تخليه يطلعها على جته استون فيلا الجوله دي. يعني اللي هيروح للكابتنه ممكن يروح الاول لمحمد صلاح، واللي هيفكر ممكن يروح لهالاند. يعني ممكن الاقي محمد صلاح هو الاكثر كابتنه الجوله دي. يجي بعد كده بعديهم اختيار مضمون او شويه ريسك، شويه ديفرنشال محترم جدا، وهو سون. طبعا سون انا ليا ذكريات سيئه معاه الجوله اللي قبل اللي فاتت في الكابتنه، ولكن المفروض الراجل بدا يفوق، المفروض شفناه عمل الماتش كويس قدام السيتي، فاللي معاه سون انا شايف ان فرصه كويسه يفكر في كابتنته الجوله دي. لو عايز بقى خيار تاني للكابتنه ديفرنشال وريسك وانت ونصيبك، ممكن تفكر في واحد زي واتكنز بيلعب على ارضه ووسط جماهيره، ارقامه كويسه على ارضه ووسط جماهيره، وطبعا بغياب رودري والاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في السيتي ممكن يعمل حاجه. هتقولي طب وساكا يعني ممكن، بس انا قلقان من ملعب لاوتن تاون ده، واول ماتش في الجوله بقلق منه بصراحه. حس كده ان ملعب لاوتن عليه لعنه ضد اي حد بيتكابتن عليه. زي ما قلت لك بالترتيب كده: محمد صلاح، هالاند، سون، واتكنز. بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه ما تكونش طولت مني، احتمال تكون طولت مني، لسه هشوف طبعا في المونتاج. طبعا لغايه دلوقتي بعتذر كمان الحلقه دي ممكن تكون نزلت متاخره شويه، لان انا طبعا بعتمد طريقه معينه في تحضيري للماتشات وتحليل الماتشات والسكريبت اللي بكتبه. فطبعا بعد ما لقيت نفسي بحضر التحضير بتاع النصايح واللعيبه والتوقعات، لقيتني داخل في سكريبت بتاع 10 صفح ما اعرفش ده هتطلع قد ايه تصوير. انا حاولت ان انا اتكلم بسرعه شويه، ان انا يعني اختصر المعلومات شويه، فمعلش بعتذر بقى. الحلقه ممكن تبقى طويله شويه وتنزل متاخر، ولكن كل ده يهون في سبيل ان الجوله تكون سعيده علينا ان شاء الله. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وتكون جوله سعيده علينا ان شاء الله. وانتظروني في لايف طبعا قبل الديدلاين ان شاء الله. هو الديدلاين الساعه 8، ان شاء الله نطلع مع بعض الساعه 7 نكون لايف مع بعض، نستعد للجوله ونشوف اخر التسريبات. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.